لسه مخلصة دلوقتي حالا 7 حلقات من مسلسل جناية حب، واللي هو عن رواية السندباد الأعمى لبثينة العيسى. الرواية المؤلمة المستفزة جدا 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 بالنسبة لي. بداية أنا أول مرة في حياتي أقرأ عمل أدبي وأشوفه كعمل فني لما يتقدم، يعني سواء فيلم أو مسلسل. فدي أول مرة، يعني أول تجربة، وتجربة حلوة. يعني حلو جدا إنك تقرأ رواية أو كتاب وتشوفها كعمل فني. طبعا اختلاف العناصر أو مكونات العمل الأدبي بتختلف تماما عن مكونات العمل الفني. الرواية بيكون فيها تفاصيل أكتر، والسرد بيكون له رتم معين، لكن هنا في المسلسل اتقدم بشكل انه كل شخصية كل حلقة، يعني عن طريق يعني كل شخصية عن طريق كل حلقة بتدي وجهة نظرها، او هي كانت شايفة الموضوع ازاي، شايفة القصة ازاي. دي برضو كانت حاجة لطيفة جدا. في تفاصيل كتير زي ما بقولكم مش موجودة اصلا يعني كانت موجودة في الكتاب، في الرواية مش موجودة في المسلسل، بس التفاصيل الاهم كانت موجودة كف ووف وزي ما بيقولوا. المشكلة اللي بالنسبة لي أنا كانت أزلية في الاتنين، في الرواية وفي المسلسل، هي اللهجة الكويتي. بالنسبة لي صعبة جدا ومش مفهومة حقيقة. يعني كاف وحاجات كده، وانا مش فاهمه غير لاد حياتين اللي هو ما تشيليش الهم، يعني حاجات بقى من ده كتير. انا مش فاهمه حاجه، بس انا بحاول افهم ومن السياق ومن كده عشان اقرا الروايه. الروايه طبعا كانت اللغه بتاعتها كانت اسهل بكتير من المسلسل، لان هم حتى عندهم لازمة اللي هو اشفيتش وحاجات كده غريبة، فبتدخل مع الكلام اصلا اللي مش مفهوم، فانت في الاخر بتبقى بجد مش فاهم اي حاجة. بعيدا بقى عن يعني هو العمل شابوه بجد ممتاز جدا، كل حاجة فيه رائعة. تفاصيل حتى اللي كانت بثينة كاتباها، من ديكورات للبس، حتى شكل نادية نفسه بالتقوس اللي كان في بقها، الوصف نفسه جايبين ممثلة بجد زي ما وصفتها في الرواية. فهم بجد أبدعوا جدا. بعيدا عن كل ده، القصة بقى، يعني أنا بقى بسجل الفيديو ده عشان أنا مستفزة جدا جدا من القصة، مستفزة جدا من شخصية نواف. بجد انت شخص مستفز وأناني، وانا كان نفسي ان هو يموت بجد. يعني اللي هو ليه ما نقتلهوش بقى هو كمان؟ يعني ليه مناير ما تتخلص منه وتتخلص معاه من العقدة اللي هو عملها لها؟ يعني البنت دي لو كانت قتلته كانت هترتاح، هتقدر تعيش حياتها، لانه هو كان سبب كل المصايب النفسية اللي حصلت لها في حياتها وفشلها في حياتها الزوجية، وانها مش عارفة تعيش. انه شخص اناني وكذاب وقاتل وبجد مستفز جدا. ما يستاهلش نادية كزوجة، ما يستاهلش عامر كصديق. على الرغم من ان انا شايفة ان عامر اصلا كان هو الشخص اللي كان اللي عمل القصة دي كلها. يعني ما كانش كذب وما كانش قال ان هو ما بيحبهاش، كانت بتهيألي كل ده ما كانش هيحصل، بس هو عشان دار على مشاعره تجاه نادية. فالقصة خدتنا للمنحنى والقرف اللي احنا بقى ايه قاعدين مستفزين بسببه دلوقتي. وهو قال كده انه ندمان، انه يا ريته كان قال ان هو بيحبها، وكان ايه اللي كان هيحصل يعني. انا عتبي على نادية مع ان هي كانت شخصية جميلة جدا، انها كان المفروض اي ست في مكانها مش اللي هو انا بحافظ على بيتي تهد البيت، لكن انا بحافظ على بنتي. اكتر حد اتأذى نفسيا من كل القرف اللي بيحصل ده كانت مناير. فاللي هو كان انت كأم كان واجب عليكي انك تحافظي على بنتك بشكل، يعني تكوني احرص واحوط من كده. اكتر شخصية حبيتها في المسلسل والشخصية اللي انا بكيت في الحلقة بتاعتها هي كانت شخصية هدى، لان هي اكتر انسانة بجد في كل الابطال وفي كل الشخصيات اللي موجودة في القصة وفي المسلسل. غير كده كلهم عندهم مشاكل، كلهم بيبرروا، كلهم مش شايفين ان هو غلط، كلهم عندهم اللي هو العادات والتقاليد اللي ماشيين وراها كده من غير ما نقول للغلط غلط وللصح صح يعني. بس فشاركوني رأيكم وقولولي ايه من الأعمال الأدبية اللي تحبوا ان انتوا تشوفوها
عمل فني او رشحولي اعمال فنية يعني معمولة عن رواية او عن كتاب وبنفس الابداع اللي في المسلسل، وقولولي اصلا يعني شفت المسلسل ولا لا، ولو ما شفتوش بجد روحوا شوفوه، حلو جدا، ولو ما قرأتوش الرواية قرأوها، احلى بكتير من المسلسل. بالرغم من انكم بجد هتاخدوا تجربة مؤلمة جدا ومتعبة نفسيا جدا ومحيرة ومستفزة بس يعني مستنية رأيكم. سلام.